السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في فيديو جديد عن موضوع جديد، Legends، وازاي بعملها في الريفت. الليجندز ايه هي اصلا؟ هي نوع فيو خاص في الريفت، بيستخدم لعرض رموز او ملاحظات او انواع العناصر بشكل ثابت ومنظم، وغالبا بيبقى موجود في اللوحات التنفيذية للتوضيح والشرح، عشان يوضح الرموز والملاحظات اللي انا كاتبها. وليجند مش مرتبط بالموديل مباشرة، لكنه بيعتمد على التايبس بتاعت العناصر. بنستخدم الليجندز في ايه؟ بنستخدمها عشان مثلا شرح رموز الرسومات، او توضيح انواع العناصر المستخدمة في المشروع، او عمل جدول سهل الفهم للرسومات، او او ممكن مثلا استخدمه في ليجند تسليح رموز الحديد. وفي ليجند الانواع الحوائط، الوول تايبس، احطها اعمل بيها ليجند، أو ليجند الأبواب والشبابيك، أو ليجند التشطيبات الأرضيات، أو ليجند لرموز الديتيل كومبوننتس. هي مميزاتها إن هي بتظهر مرة واحدة وبتتكرر في كل الشيتات عادي، مش زي الدرافتنج فيو. إن الدرافتنج فيو كان بتحطه في شيت واحد بس، مينفعش تحطه في أكتر من شيت، و... وأي تعديل عليها بيظهر في كل الشيتات تلقائي. دي ميزة برضو، وبتبقى خفيفة على الفايل، مش تقيلة، وبتدي شكل كويس يعني للشيتات بتاعتي. آه، والليجند بتعرض تايبس بس مش انستنسز، وما ينفعش تضيف عنصر 3D ليها يعني. ولو نوع عنصر اتعدل في المشروع، الليجند بتتحدث تلقائيا. يعني الفرق بينها وبين الدرافتنج فيو، ان الليجند لشرح انواع العناصر المستخدمه فعلا في المشروع، اما الدرافتنج فيو لرسم تفصيل او فكره عامه غير مرتبطه بالمشروع. آه، ف... وكمان في ميزه كمان هنبقى نقول عليها. خلينا بس نعمل نجيب ليجند، فنروح على فيو تاب، وبعدين نروح على ليجندز، وبعدين اضغط عليها. هو بيقول لي هي creates a list of building components and annotation used in a project, in elements that can be placed in drafting view. أي حاجة بتتحط في drafting view زي detail lines text أو dimensions أو field regions بتتحط عادي في الليجند. وكمان الميزة إن الليجند ده بتحط في أكتر من شيت عادي. ماشي، هعمل new legend view legend 2. ماشي تمام، السكيل 1:50. أوكي. آه، يعني أنا في حتة برضو إن أنا عندي دريفتنج فيو، لو هو، شوف هو في البروجكت براوزر متلون أزرق لأن هو محطوط في شيت. وما ينفعش يتحط في أكتر من شيت. يعني هو في الشيت هنا 14 ده مثلا، هو محطوط في شيت 15. لو فتحت شيت 14 وجيت أعمل دراج لدرافتنج فيو واحد ده، هو محطوط في الشيت التاني اللي هو 15. هيقول لي لأ مش هينفع، هو محطوط في شيت 15 وما ينفعش الدرافتنج فيو اتحط في اكتر من شيت. تمام. اما الليجند عادي بيتحط في اكتر من شيت عادي. تمام. في ايه تاني؟ في الميزة كمان، احنا عرفنا ان هو ممكن نرسم اي element 2D هنا عادي ويتحط، او وكمان ممكن اعمل ايه تاني؟ لو جيت على annotate هلاقي في component، في حاجة اسمها legend component. legend component دي بتجيب لي أي element موجود عندي في المشروع، ونحطه 2D في الليجند، بس مش هيزيد في الحصر. هو جاي كحاجة 2D بس، ولو أنا عدلت في الإيليمنت ده في المشروع هيتعدل برضه، بس مش هيزيد في الحصر. خلينا نجرب. لو عملت ليجند، لو عملت اللي هي ليجند كومبوننت دي، هلاقي في عندي هنا كل الفاميليز دي. يعني خلينا نجيبها من فوق، في السيلينجز او كيبل تريز او روف structure columns foundation framing basic wall. فانا ممكن اجيب مثلا العمود ده،
هجيبه بقى. في عندي هنا بيقول لي انت عايزه الفيو بتاعه منين، عايزه من فوق فلور بلان، ولا عاوزه من الفرونت، ولا من الباك، ولا الليفت، ولا الرايت. ممكن اجيبه فلور بلان، جابه لي كده. ممكن اجيبه من الفرونت، فهيجيبه لي من فرونت او الرايت كده. تمام. ممكن اتحكم في الهوست لينس. بس كده. وأظن يعني الموضوع سهل وبيسهل علينا كتير في حتة بالذات إنها حتة ليجند كومبوننت دي. والميزة كمان إن هو بيتحط في أكتر من شيت عادي. آه، ودي ميزة بتميز بيها عن الدرافتنج فيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.